السلام عليكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنناقش موضوع جديد من موضوعات كتاب دكتور جايز في قسم طوارئ الأطفال تحت عنوان acute convulsion in child، يعني التشنجات اللي بتيجي للطفل. الحقيقة إن التشنجات دي هي عبارة عن عرض لأمراض كتيرة أوي. طيب هنفرق ازاي ما بين الأمراض ديت؟ عندنا حاجة كده بنفرق بيها تفريق بسيطة ما بين الأمراض، وهي الفيفر. في أمراض بيبقى معاها فيفر، في أمراض ما بيكونش معاها فيفر. تمام. الأمراض اللي بيكون معاها فيفر هي الفبرايل كونفولجن أو السي ان اس كونفولجن. فبرايل كونفولجن يعني طفل مثلا عنده أي مرض زي مثلا التونسلايتس أو الأوتيتس ميديا، فده عمل له فيفر، فالفيفر حصل نتيجتها كونفولجنز. تمام كده. طيب السي ان اس كونفولجنز زي مثلا لما يحصل انفكشن في السي ان اس، فيحصل مثلا مننجايتس أو انكفالايتس، ونتيجة لديت برضو بتحصل كونفولجنز. طيب ايه الامراض اللي بتكون من غير فيفر؟ عندنا سي ان اس كوزز زي مثلا الابيليبسي، واحد عنده صرع فجات له نوبة من نوبات الصرع ديت، فجات له تشنجات. تمام كده. او واحد مثلا وقع على دماغه خد هيت تروما. تمام كده. في ميتابوليك كوزز زي الهايبوجلايسيميا، الالكترولايت امبالانس، وفي كمان توكسيك كوزز، وفي الابيليبسي قلنا تبع السي ان اس. طيب احنا هنتكلم عن كل مرض من دول بالتفصيل ان شاء الله، بس اللي يهمنا النهارده نتكلم عنه هي الفبرايل كونفولجنز او التشنجات الحراريه. ازاي لما يجي لك طفل تعرف تشخصه ان هو عنده تشنجات حراريه وتعرف تعالجه؟ اول حاجه ان الطفل ده هتلاقي سنه من 5 شهور ل5 سنين هتلاقي معاه فيفر. الفيفر ديت ممكن تعدي ال39 درجه. تمام كده. لازم تستبعد اي اعراض تقول ان في سي ان اس انفكشن، عن طريق ان انت هتعمله بقى انفستيجيشنز معينه. كمان هتلاقي مع الطفل ده بروجكتايل فوميتنج، هتلاقي معاه صداع، هتلاقي معاه بيلر ديفيجن، وهتلاقي كمان عنده نيك ستيفنس او نيك ريجيديتي. الام هتقول لك ان هو سخن بقاله يومين 3 بس الحراره زادت. تمام كده. هتلاقي فيه التهابات في اللوز، هتلاقي فيه اوتايتس ميديا. يعني حاجه من الاتنين، مش لازم الاتنين. ايه اهم ما يميز الكونفولجنز ديت او الاتاك اوف كونفولجنز دي بتكون عباره عن ايه؟ ان هو الاتاك ديت بتكون عباره عن generalized tonic clonic، يعني الطفل جسمه بيتخشب مره واحده، بعد كده بيبدا يتنفض او يترعش. ان الاتاك ديت بتبدا بعد من 8 ل 12 ساعه من الفيفر. بعد الاتاك الطفل بيبقى كويس. الاتاك ديت اصلا ما بتطولش، يعني ما بتزيدش عن 15 دقيقه، وكمان بتجيله مره واحده during الالنس، يعني كل مره الطفل ده بتجيله فيها السخونيه بتجيله الاتاك ديت مره. تمام كده. طيب احنا كده شخصنا ان الطفل ده عنده تشنجات حرارية. نعالجه ازاي بقى؟ اول حاجة عموما لما مريض يجيلك، اي مريض في الاستقبال مش شرط مريض الكونفولجنز بس، بيجيلك بتركب له حاجة اسمها وايت بور كانيولا. بتركب له كانيولا ليه؟ لان المريض ده انت بتحتاج ان انت تديله فلويد، بتحتاج ان انت تديله ادويه، بتحتاج ان انت تاخد منه عينات، هتعمل له اي بي جي مثلا، هتعمل له اي تحليل ايا كان. فلو المريض ده مثلا جالك بينزف او حاجه وهيجي له هايبوتنشن ومش عارف ايه، او ريته هتهرب مش هتعرف تركب له حاجه، فبالتالي لا هتعرف تنقذه وتعمل له ريسوسيتيشن وتديله فلويد، ولا هتعرف حتى تاخد منه عينات تعمل له اي تحاليل. فلازم اي مريض يجيلك في الاستقبال تثبتها قاعده ان انت بتركب له وايت بور كانيولا اول حاجه. تمام كده. تاني حاجة بقى بالنسبة للعيان بتاعنا احنا هنا، العيان بتاع الكونفولجنز هتنيمه في الليفت لاترال بوزيشن، اللي هو الريكفري بوزيشن، اللي هو بتنيمه على جنبه. بعد كده بتطمن على الاير واي ان هو بيتنت مفتوح. طيب لو لقيته ما بيفتحش بقه معاك، ما تحاولش ان انت تفتحه بالقوه عشان ما تزودش الكونفولجنز. تمام كده. هتحط العيان على اكسجين باي ماسك. طيب عايزين بقى ننزل الفيفر اللي عنده ده اللي هي سبب المشاكل كلها، هنعمل ايه؟ نديله كولد بس. احسن واسرع طريقه تنزل معاك الحراره هتخلع الطفل هدومه وتحطه تحت الحنفيه. تمام. طيب لو هي الفيفر يعني مش عاليه قوي والتشنجات بسيطه، مش مستاهله انك تقلع الطفل ولا حاجه. انت بس هتعمله حاجه شبه كمادات كده، هتبل المناديل وهتحطها على رقبته، هتحطها في الاندر ارم، هتحطها على بطنه، على صدره. كمان هتديله انتي بايريتك. الانتي بايوتيك طبعا هتختلف من سن الطفل، يعني لو سنه اقل من سنه هتديله سبوزيتري، هتديله باراستامول. ولو الطفل اكبر من سنه هتديله ديكلوفين امبول 1 سنتي لكل 20 كيلو جرام. تمام. طيب لو التشنجات ديت استمرت اكتر من 5 دقايق، هتنقل بقى من الديكلوفيناك للدايزيبام. هتديله الدايزيبام ازاي؟ اولا
لو انت معرفتش تركب له الفينوس لاين في الاول كده، يبقى يا اما هتروح للريكتال تيوب او الرايل تيوب اللي هي النيزوجاستريك تيوب يعني. الريكتال تيوب هتديله استسوليد ريكتال تيوب بتركيز 5 مللي جرام، تمام. هتبقى جرعته نص مللي جرام لكل كيلو جرام، واقصى جرعه تديها للطفل هي 10 مللي جرام. طيب لو طفل اقل من 3 سنين هتدخله نص الانبوبه، لو الطفل اكبر من 3 سنين هتدخل كل الانبوبه، تمام. طيب لو ركبت فينوس لاين ولحقته كده في الاول، يبقى هتديله نيورال او فاليوم، دول امبولات بتركيز 10 مللي جرام لكل 2 مللي، هتديهم بجرعة نص مللي جرام لكل كيلو جرام في محلول 10 سنتي، وتديهوله وريد ببطء في خلال 3 دقايق. طيب لو وزنه 10 كيلو جرام هياخد 1 سنتي وتبدأ بنص، لو وزنه 20 كيلو جرام هياخد 2 سنتي وتبدأ بواحد. طيب لو التشنجات وقفت قبل ما يخلص الجرعة كاملة، يعني مثلا قبل ما يخلص 10 سنتي محلول ولا حاجة، لازم توقف الحقن فورا، تمام كده، تمام. طيب لو الطفل اتحسن زي ما قلنا، هتبدأ تفحصه كويس، تشوف بقى ايه كان سبب الفيفر دي، كان تونسلايتس، كان اوتيتس ميديا، كان حاجة غيرهم. نبدأ بقى نعرف الطفل ده كان عنده ايه. طيب ايه الحالات اللي هتحتاج ادميشن؟ يعني امتى بقى اما الطفل ده يتحسن ما روحوش، لازم اخليه اول حاجة لو الطفل ده اقل من سنتين لازم احطه تحت الملاحظة، تمام كده. طيب لو الطفل ده عنده سيريس انفكشن زي مثلا المننجايتس، النيومونيا، تمام كده. طيب حاجة تالتة كمان، لو انت مش عارف ايه سبب الفيفر اللي كانت عند الطفل، يعني انت بعد ما خلصت والطفل اتحسن بتدور بقى على السبب، انت مش لاقي سبب السخونية اللي بتيجي للطفل دي، تمام. طيب ولو افترضنا ان مفيش اي سبب من الثلاث اسباب بتوع الادميشن دول موجود، وان انت خلاص بقى الطفل ده هيروح البيت، يبقى هتوصف له حاجات يمشي عليها في البيت. زي ايه؟ زي هتديله ستال شراب ربع الوزن كل 8 ساعات، هتديله دولفين 12 ونص سبوزيتري، هتديله البوسة كل 12 ساعة لو الطفل ده كان اكبر من سنة، تمام. وهتديله طبعا شوية مع تعليمات يمشي عليها، زي ان هو يتعمل له كمادات بشكل مستمر على الرقبة والاندر ارم والفخدين، تمام كده. احنا كده خلصنا، اتمنى تكونوا استفدتم. ولو استفدتم يا ريت تشيروا الفيديو بينكم وبين اصحابكم، انا عارفه ان انتوا لسه بادئين امتياز جديد يعني. الكتاب حلو جدا وكويس جدا لاي حد بيبدأ يتعلم، يعني هي حاجات عامة. يعني حتى احنا لو مش دكاترة احنا المفروض نكون عارفينها عشان نعرف ننقذ اللي حوالينا. اتمنى تكونوا استفدتم، ولو احتجتم اي حاجه انتم ممكن تبعتولنا، قناه التليجرام موجوده. ولو احتجتم برضو الباوربوينت ده، لو حد ما معهوش الكتاب ممكن يذاكر من الباوربوينت عادي، احنا ناقلين الكلام اللي في الكتاب يعني بالنص. اتمنى اكون ما طولتش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.